السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم حلوة من بنة الزمان اللي هي حلوة لي زغصة، تجي خفيفة وبنينة وكان يحضروها في جميع المناسبات. نبداو بسم الله في الوصفة نتاعنا. عندي لهنا 5 حبيبات نتاع البيض يكونوا على درجة حرارة الغرفة ويكونوا متوسطين الحجم. زدت عليهم رشة نتاع الملح وملعقة كبيرة نتاع الخل. ولهنا عندي كاس ناقص اصبع سكر ناعم ماشي السكر كريستاليزي يعني السكر غلاس. وزدت عليهم ثاني فنجالتي نتاع العسل يا اما صنع منزلي ولا تاع الحانوت عادي. واللي حبت تخدم بالميزان العسل درت 100 غرام. هذا الفنجال تاع لاتاي يرفد لي 100 غرام تاع العسل. دوكا حطيتهم يتخلطوا حتى يطلع لي شويه الخليط، ما نسحقوش يطلع لي كما الجينواز، سي جوست يطلع شويه ويخفاف لي وتشكل لي هذيك الرغوه ويبيض لي نوعا ما. انا لهنا خليته يتخلط. جبت كاس نتاع الزيت ما يعادل 220 غرام وزوج كيسان تاع الفرينه اللي يكونوا ممسوحين، لكن ما راحش نستعملهم كامل، انا راح نستعمل الكاس الاول والكاس الثاني راح ندير غير بالعقل. شوف شحال تديلي من الكاس الثاني. شوفوا لهنا بعد ما طلع لي هذاك الخليط شويه بديت نزيد في هذاك الزيت غير بالعقل وراني نخلط. نتوما تقدروا تستعملوا الباتور. راني نخلط حتى نكمل كامل هذيك الكميه نتاع الزيت. بعد ما نكمل الكميه تاع الزيت نخليها تدور حوالي دقيقه ولا 2 دقائق ونطفي الباتور تاعي. بعد نضيف النواشف ونخلط غير بالملعقه، ما نكملش نخدم بالباتور. هاد الحلوه ما تجيش فيها الحليب، انا شفت بزاف وصفات يديروا فيها الحليب بصح الوصفه الاصليه ما تجيش بالحليب. شوفوا لي هنا بعد ما تخلط لي هذاك الخليط نتحصلوا على خليط يكون هكذا خفيف ماشي ثقيل بزاف. دوكا نحط الكاس الاول تاع الفرينه ونزيد معهم ثاني 3 مغارف كبار نتاع الكاكاو والبني، من الأحسن يكون ذو نوعية جيدة، واللي حب تستعمل الميزان دير 60 غرام حتى ل 70 غرام. وعندي لهنا 2 أكياس خميرة كيميائية كل كيس يوزن 10 غرامات. والكاس الثاني راح نحط منه غير نصف الكمية فقط، أنا درت شوية فوق النص بصح جاتني سوا. انتوما ديروا كاس ونص تاع الفرينه، اذا شتوها شويه خفيفه على القوام اللي درتو انا زيدوا لها حوالي ملعقه برك. لازم الخليط نتاعنا يجي شويه ثقيل على المسكوتشو، على خاطر لو كان ديروها شويه خفيفه راح تعذبكم كي تجو تمونطوا الحبه، كي تقسموها وديروا لها لاكريم وترمدوها راح تعذبكم تتفتت لكم. لازم تكون شويه ثقيله، بصح ما تخافوش تجيكم الحلوه تاعكم ثقيله، لا تجي خفيفه ريشه. شوفوا لي لهنا بعد ما حطيت النواشف نخلطهم مليح. هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. وبالنسبه للفرينه اللي حبت تستعمل الميزان دير 270 غرام، من 250 حتى ل 270 غرام، يعني على حسب النوعيه تاع الفرينه وعلى حساب حجم البيض اللي عندكم نتوما. ودوك نوري لكم الفرينه اللي تبقات لي من الكاس الثاني. هاي ليكم شوفوا تقريبا 3 اصابع هكذا. هذه هي الكميه اللي بقات. دوكا نجيب سنيوه اللي نطيب فيها، درت فيها البابي كويسون والطول تاع السنيوه نتاعي هو 35 سنتيمتر على 28. حطيت لها البابي كويسون وين ما لحقليش البابي كويسون دهنت بالمارغرين هكذا باه ما تلصقليش في الطرف. دوكا نمشي العجينه نتاعي هكذا في السنيوه، من بعد نخبطها باه تجيني مستويه ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. دوكا انا غير نكمل نسويها نروح نشعل الفوغ تاعي يسخن، ما نشعلوش من قبل حتى كي نكمل نسويها هكذا باه الحلوه نتاعي نخليها ترتاح 10 دقائق قبل ما نطيبها، والفور راه يسخن في نفس الوقت. شوفوا لهنا بعد ما سويتها مليح نبدا نخبط فيها هكذا، من بعد نرفدها ونهززها بهذه الطريقه باه نتاكد باللي راح تجيني بنفس المستوى ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. دوك انا خليتها ترتاح 10 دقائق، من بعد ندخلها طيب في الفور اللي كنت سخنته 10 دقائق من قبل على نار تكون متوسطه، نطيبوها كما نطيبوا الموسكوتشو. طيبتها 25 دقيقة من التحت، من بعد كي شفتها باللي نشفت من الفوق زدت شعلت لها الفوق حوالي 5 دقائق حتى 8 دقائق وطفيت عليها وخليتها تبرد. دوكا نحضروا كريمة الزبدة. عندي 250 غرام مارغرين اوبلين، نتوما تقدروا تستعملوا اي مارغرين عندكم. ودرت معاها 100 غرام سكر ناعم، جاتني في الكاس حد هذاك الخط اللي جاي في الكاس، هذيك هي 100 غرام. وزدت ملعقه صغيره نتاع لافاني و3 ملاعق كبار نتاع زيت، حطيتهم يتخلطوا مليح حتى تطلع الكريمه وتولي خفيفه وبيضه. دوكا من جهه واحده اخرى بعد ما بردت لي هذيك الحلوه نتاعي نجيب هكذا طابع مدور ولا الفنجال تاع لاتاي، بكري كنا نقطعوها بالفنجال تاع لاتاي. وهاوليكم السمك تاعها كيفاه يجي، لازم يجي هكذا ماشي خشين بزاف وما تجيش رقيقه بزاف. نكمل نقطعها كامل، من بعد هذوك لي شيت لي يبقاو هما اللي راح نرحيوهم ونرمدو فيهم الحبيبه نتاع الحلوه نتاعنا. نكمل نطبعهم كامل بنفس الطريقه.
نحطهم بجاه ونروح نرحي هادوك لي شوت، سواء تحكوهم بين يديكم ولا تجوزوهم في الغربال ولا ترحوهم في الاشواغ. انا رحيتهم في الاشواغ باه نسهل على روحي. وهذا السنيوات خرج لكم 30 حبه نتاع لي زغصه، يعني كميه لاباس بها. هم ليكم هادوك لي شوت بعد ما رحيتهم لازم ترحوهم هكذا رقاق. دوكا نروح نزيد عليهم حوالي 100 غرام تاع الفرميسال شوكو هكذا، ومن الاحسن تجيبوا لي اللون تاعها يكون بني ماشي اسود. وثاني من الاحسن انكم تذوقوا الفرميسال قبل ما تشروها، على خاطر كاين واحد الفرميسال راهم يخدموها كشغل ما نعرف بالفارينه ويخلطوا لها الكاكاو، ما نعرفهم يديروا المايزينا. نتوما شروا الفرميسال اللي الذوق تاعها بنين هكذا. شوفوا حطوا كميه تاع الفرميسال خلطوا، واذا شتوها ناقصه زيدوا. انا استعملت 100 غرام سوا. دوكا نبداو نشكلوا الحبات تاع لي زغصان تاعنا. لهنا عندي كريمه الزبده اللي كنا حضرناها مع بعض، حطيتها في كيس حلواني. نتوما تقدروا تخدموا غير بالموس ولا بالمغرفه. وعندي الكراميل، هذيك اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. زمان ما كانوش يديروا الكراميل، بصح انا كي درتها جات بزاف بنينه وزادتها بنه على بنه. نخدموها كما نخدموا الصابلين، نحطوا ساير داير هذيك كريمه الزبده وفي الوسط نحطوا الكراميل كما نخدمو صابلي شوكولا عادي. نظن الطريقه راهي موضحه. شوفوا نرفدوا قطعه نتاع الحلوه نتاعنا نقسموها على 2، كل وحده نقسموها على 2، نديروا لها الكريمه ونزيدوا الكراميل ونغلقوها بالجزء هذاك اللي قسمناه. نضغطوا عليها هكذا ونغلقوها حتى نكملوا نعمروا كامل الحبيبات اللي عندنا. والكريمه نتاعكم تقدروا تزيدوا لها اضافات واحده اخرى كما حلوه الترك، تجي بزاف بنينه. انا دائما نحب نزيد حلوه الترك في كريمه الزبده، هذا المره ما كانتش متوفره عندي ما درتهاش. شوفوا بعد ما كملت غلقتهم دوكا نجيب هكذا موس. من الاحسن تخدموا بموس، تحطوا كميه قليله من هذيك الكريمه وتبداو تمشوا هكذا في الطرف ساير داير. وحاولوا انكم ما ديروش كميه كبيره نتاع لاكريم باه ما تجيكمش تقام الحلوه نتاعكم. من بعد نزيد لها هكذا كميه من الفوق نمسحها كامل، ومن تحت ما نديروش. من بعد نحطوها في هذوك لي شوت اللي كنا حضرناهم من قبل. نكمل كامل الحبيبات اللي عندي بنفس الطريقه. هاي ليكم نحط كميه قليله برك من الكريمه ونبدا نمشي فيها ساير داير، ونزيد ندير لها من الفوق نمشيها مليح بما تجينيش طبقه خشينه تاع الكريمه. من بعد نرمدها في هادوك لي شوت، ولازم ترمدوهم مليح باه تجيكم الحلوه نتاعكم شابه ومتحوفه. هاي لكم طريقه سهله بزاف كيفاش نرمدوها. كذا نحطوا الحبه تاعنا في وسط هادوك لي شوت ونبداو ندوروها عليهم ونلصق لهم من الفوق، ونحاول نعطي لها الشكل الدائري كما الحبه تاع لي زغصه. والحلوه نتاعنا تكون واجده. دوكا ولاو يزيدوا لها تزيين من الفوق، كاين اللي يدير لها وريدات هكذا بكريمه الشونتيي، كاين اللي يزيد لها وريدات بالغاناش، كاين اللي يحط لها لي سيريز من الفوق ولا هذيك الحلقومه الحمراء. لكم الاختيار. انا حبيت نقدمها لكم على الطريقه الاصليه. هاي لكم لهنا بعد ما قسمت لكم حبه، شوفوا كيفاش جات من الداخل وصدقوني البنه نتاعها ولا اروع. راهم جايين الحفلات المدرسيه تقدروا تحضروها لولادكم بكل سهوله، راح تخرج لكم كميه كبيره وماهيش مكلفه بزاف. انا كملت لا فيديو نتاعي معكم لنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.